احنا ندعيكم شيخنا دائما بالتوفيق وبالسداد وبطولة العمر وبحسن العاقبة ان شاء الله. يحفظك الله وإياك إن شاء الله. أنت في جوار أمير المؤمنين نعم الجار. ان شاء الله. ولا ننساكم الدعاء دائما شيخنا في صلوات في كل محافلنا، ما ننسى الدعاء. مشكور، لطف منك. على الناس تكونوا متصدين لهذه المسؤولية العظيمة. لطف منك، حياك الله، تفضلوا. الله يحفظكم شيخنا العزيز. شيخ سؤال بهذا. نعم. سؤال عندي. تفضل. خصوص ما حدث في مجلس النواب العراقي واستجواب تحديد وزير الدفاع العراقي. نعم. بعض المحللين العراقيين من الشيعة خصوصا يقولون ان هذا الاستجواب له غايه، والقضيه اللي اضطر بها السيد وزير الدفاع والكلام اللي اثاره يريد يستميل اهواء بعض الشيعة لعمليه ما بعد الموصل. لو كقضيه يعني شلون مو من حسن نيه جايه يعني، وانما لابعاد ما بعد تحرير الموصل. فشنو رايكم بهذا الموضوع شيخ؟ أنا رأيي أنه مهما كانت الدوافع، ما دام هو يكشف المجرمين السراق الخونة اللي ما يستحق أحدهم أن يكون أمينا على متر واحد، على ذراع واحد، ما يصح أن يكون أمينا على دابة. هؤلاء خلي يكشفهم. وأما قضية الموصل ما لها علاقة بهذا. قضية الموصل هناك مؤامرة سعودية، قطرية، تركية، أمريكية، يريدون يخلونها قاعدة لحرب الشيعة، إقليم مضاد للشيعة، ويريدون يثيرون حرب فيها، والطائفية يثيروها منها. هذه إذا خطتهم. والمفروض أن رئيس الوزراء يكون قويا والكل يشاركون في تحريرها، وخلي لها حاكم عسكري وما يسمع على كلام، لا يعطي مجال للأكراد يتمددون إلى الموصل، ولا يعطي مجال لمؤامرات تركيا وأمريكا. شكرا يا أخي. طيب، بالعراق أو باليمن أو بأي مكان، الله سبحانه وتعالى قادر. أقول الله سبحانه وتعالى قادر بإشارة أنه يضرب هذا الشيء الظالم كله، فقد العراقيين وغير العراقيين ويؤمنون بالإمام الحجة حتى الله تعالى فرجه أنه يكونون صلبين وما دقيقة ودقيقة. الله سبحانه وتعالى صحيح. لكن طالت بعض الناس يقولون طالت علينا. الله قادر. شفت بتركيا برغي قلبها رأسا على عقب تركيا، ودخلت الآن في مدخل إلى آخره. الله قادر. نعم يا أخي. خاصة مثل واحد يقول الله لما يريد يشتغل سياسة شلون يشتغل، لكنه الناس صبرهم قليل. ولذلك نحن نقول أن على يقين أنه يوجد فرج في العراق وبغير العراق، لابد من فرج وإن طال. شكرا لك. نعم.